دولة روسيا علاقتها بمصر من سنة 43، دي نمرة واحد. بعد 30/6/2013 الرئيس الروسي جه لمصر هنا، وحصل تبادل بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي 5 مرات، مرتين وهو وزيرا للدفاع، و3 مرات وهو رئيسا للدولة. روسيا دولة كبيرة وتعد الند العسكري للولايات المتحدة الأمريكية، الند الاقتصادي الصين. دولة كبيرة طبعا ليها إمكانيات، ده كلام محترم مفيش جدال في ذلك. مصر تتجه شرقا، أنا بقول مصر مفروض تبقى، إحنا بنطلب من روسيا نبقى شركاء ولسنا حلفاء. في فرق بين، لان انت كنت مع امريكا عشت 30 سنه حليف، ال 30 سنه رجعونا 300 سنه على الاقل. هدي لحضرتك مثل واحد بس في العلاقات بين مصر وامريكا. مصر كانت لسنه 79 قبل ما تبتدي علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد اتفاقية السلام وخلافه، كانت مصر دولة متقدمة في معظم الصناعات خاصة الغزل والنسيج. بعد 30 سنة ننقل كده، النهارده مصر بالشباشب البلاستيك ما بتعرفش تقوم بتصنيعها. الاستك اللي بنلف بيه الفلوس ديت بنستورد من دولة تايلاند سنويا ب110 مليون دولار اساتك نلف بيها فلوس. القطن نفسه تماما. نشوف دولة إيران اللي انضرب عليها الحصار الأمريكاني، طلعوا القمر وبيعملوا صواريخ. يبقى أنت كنت مع الولايات المتحدة الأمريكية، الميزان مش في صالح حضرتك. نيجي مع روسيا نشوف، يبقى احنا طالبين ان احنا نكون شركاء ولسنا حلفاء. شركاء في ايه؟ هو عاوز مني ايه وانا عاوز منه ايه؟ لازم تبقى الحكايه وين وين، انت تستفيد وانا استفيد، انما ما نعملش زي الصعيد احنا الاثنين نلعب صلح واحنا الاثنين بنخسر ضد المنطق. يبقى لازم هو يستفيد وانا استفيد. انا عاوز منه ايه؟ واحد، انا عندي المصانع الحربيه عاوز اعيد تاهيلها بالكامل علشان اعمل قطع الغيار للسلاح الامريكاني اللي موجود عندي. 2، عندي الهيئه العربيه للتصنيع. 3، عندي جميع المصانع الثقيله اللي اتعملت بمعرفة الروس في الخمسينات والستينات من القرن الماضي. مصنع الحديد والصلب، مصنع فحم الكوك اللي موجود، النصر للسيارات، المطروقات، مجمع الألمونيا، توربونات السد العالي. مجموعة المصانع اللي اتعملت دي أعيد تأهيلها. تأهيلها يعني إيه؟ أنت كنت عاملاها بتكنولوجيا سنة 50، طب احنا النهارده 2015 فات 55 60 سنه علينا، مش الدنيا اتقدمت؟ كان تليفون جدي كده، الوقت بقى المحمول اضرب عليه يجيب لي ليه ان احنا هنا ما عندناش زي حضرتك بتقول الاستك، القلم، كل طبعا. حاجه ما هو ده اللي انا هقول ليه ايه اللي ناقصنا هنا ان احنا نصنع الحاجه دي؟ انت ما عندكيش اراده ولا اداره، الاثنين هي كلمه واحده. انت مفيش تخصص. لا هي كلمه واحده، اراده. الشعب المصري معروف بالاراده والاصرار والعزيمه. انا مش، بص ده كلام طيب وجميل قوي وزي الفل، بس على ارض الواقع مش موجود. انا من انصار الحقيقه، زي ما يقولوا ايه كده، في ناس جمل تقولها والناس تمشي وراها كده وجمل مغيبه. الطفل المصري اذكى طفل في العالم، ده كلام محترم، بس اذا اخذ فرصته. لا العالم 193 دوله. عشان اقول الجمله دي اكون عملت الاتي: جبت 193 واحد من 193 دوله في نفس الاعمار، في نفس الوسط المجتمع اللي موجود، في نفس التعليم بتاعه، وعمل له اختبار، طلع المصري نمره واحد. عملت انا كده؟ لا، بس واحد قال واحنا قاعدين على المصري فهلاوي كده وحدق وابن بلد العلم هو الحل. هي دي المشكله، هي دي المشكله. طب امال مشروع قناه السويس ده اتعمل ازاي؟ ما انا هقول لحضرتك، بس نكمل نشوف روسيا. يبقى انا عاوز منها تاهيل المصانع، تاهيل المصانع الحربيه، الهيئه العربيه للتصنيع، المصانع الثقيله اللي موجوده استفيد منها في المحطات النوويه اللي هي بتعملها لي. روسيا عندها كم من الفلوس حاليا بالروبل الموجود، انما عندها كم من الفلوس تقدر انها تقوم لي بعمل محطه النوويه اللي موجوده في الضبعه، تسلمهاني وتدفع $1.5 مليار اللي موجودين ثمن المحطه، وتاخد مني الثمن ده بعد 3 سنوات من التشغيل. طب هل فعلا زي ما سمعنا ان المعامله ما بين مصر وروسيا هتبقى بالعمله المحليه بدلا من الدولار؟ ده اللي انا طالبه من سنه 2010. بين مصر وروسيا بالروبل، بين مصر والصين بالايوان. دولت اكبر دولتين بتستوردي منهم. لو انا عملت دولت هقول لحضرتك هنستفيد ايه. بس لو انا خلصت المصانع وعملت انا من انصار ما تعملش محطه نوويه واحده، 3 محطات على الاقل، واحده في الضبعه تبقى من اسكندريه لمرسى مطروح منورها ومصانع موجوده، واحده تتعمل في سينا تبقى انت نورت سينا بالكامل، واحده تتعمل في شرق العوينات تبقى الجنوب بالكامل، شرق العوينات وتشكى وضرب ال40 واسوان والاقصر، المنطقه دي تبقى منوره بالكامل. هو ده الشغل الصح اللي نقدر نستفيد بيه. طيب روسيا عاوزه مني ايه؟ واحد،
والله الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه قفلوا عليها الصادرات الزراعيه والحاصلات الزراعيه اللي موجوده. ليه؟ قال لك بيرصوا ودن روسيا. طب ما اكون انا البديل اللي موجود. للاسف الشديد للاسف الشديد للمره الثالثه كان الكلام ده اتعرض على مصر في 9 فبراير 2014. قالوا ان احنا عاوزين ناخد من مصر حاصلات زراعيه وصناعات غذائيه موجوده، معلبات وكلام من دولت ب5 مليار دولار. مصر بتصدر سنويا ب2، ف5 مليار يعني انا زودت لك الكميه بتاعتك 150% زياده. مش كده؟ قالوا ناخد الكلام ده من مصر والاردن والمغرب. للاسف الشديد مصر ما صدرتش ب6 ساغ ليهم، وقعدنا لان ما عندكيش التكامل اللي هو بنقول عليه ربط الوزارات اللي موجودين، فراحت الفرصه اللي علينا. انما ممكن الفرصه تيجي مره تاني، ولسه الحصار بتاع الولايات المتحده الامريكيه والغرب على روسيا يقدروا نعمل دي مره ثانيه. للاسف الشديد ما عملناش شايف الزياره بتاعت سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا حلو، وعايزين نتكلم على كل الثلاث دول اللي هو راحهم لروسيا. اولا انت تستفيدي حاجه، المفروض السياحه علشان تحل هستفيد امتى؟ تمام، السياحه علشان تحل المشاكل بتاعتك. روسيا بتجيب لك سياح سنويا يعدوا 22% من عدد السياح اللي بيجوا لك. انت كان بيجي لك 10 مليون، يعني بيجي لك حوالي 2 مليون من دوله روسيا. روسيا قلنا زي ما مضروب عليها حصار، الدولار عندها عزيز شويه، زي احنا الدولار عندنا عزيز شويه. نقوم نقول لهم ايه ونحل المشكله دي؟ تعالوا يا بهوات عندنا واصرف بالعمله المحليه بتاعتك الروبل هنا. طب انا الروبل ده هاخده لا مؤاخذه اعمل بيه ايه؟ ملوش عمله، اقوم جايبه كده في صندوق حاطه، مش كده؟ واقوم مديه للوزاره الصناعه والتجاره وانا بستورد قمح من عندهم. سيادتك انت اديتيني البتاع ده، لما تيجي وانت بتقولي لي ده عمله معترف بيها، اما اجي استورد قمح من عندك تقدري تقولي لي لا مش هاخده؟ لا طبعا. اما استورد بترول من عند حضرتك تقولي لي لا؟ لا طبعا. اما استورد معدات عسكريه تقولي لي لا؟ ابقى انا خلصت الليله دي. نيجي عندك هنا مديونيه لشركات السياحه حوالي من 2.5 ل 3 مليار دولار موجودين لشركات السياحه المصريه على روسيا مش قادره تدفعهم. نقوم مصر داخله دفع دولت بالمصري للشركات المصريه من هنا، وتاخد الروبل دوت اللي موجود تشتري بيه الحاجه. انت بتستوردي 50% من القمح بتاعك من روسيا لوحدها. يعني انت كل سنه في 3.5 مليار دولار بتطلعيهم من جيبك تستوردي قمح. كل دي مقترحات طبعا. طب ليه ما كخبير اقتصادي حضرتك ليه ما بيبقاش في عرض للمقترح ده يعني؟ والحاجات دي بتقلي مش هو اللي احنا بنقوله ده عرض ولا طول الوقت ده؟ مش ده عرض على الدوله؟ الدوله تاخد بيه لو عاوزه، لو عايزه تاخد، لو عايزه تاخد. في فرق في السرعات امتى الدوله هتاخد بيه وليه الدوله مش عايزه تاخد بيه؟ لان في فرق في السرعات بين القائم على العمل. هقول لك على حاجه، واحد زي عبد الفتاح السيسي ماشي بسرعه 180 كيلو، مش كده؟ عندك ناس تانية حكومه ماشيه بسرعه 20 و30 و40 كيلو. تقول له يا عم ازاي الكلام ده؟ يعني لو جينا نقيم الزياره، نشوف الزياره الاولانيه لروسيا مضى 42 الاتفاقيه، كم اتفاقيه منهم بقى على ارض الواقع؟ رئيس الدوله مش مطالب، انا عملت لك شغل وجبت لك ومضيت لك عقد، ارمي الملف ده ورا. الدوله بقى تاخد الحكومه ال 40 موظف، الوزير يبتدي بقى ياخد زي ما قلنا نيجي نصدر الحاصلات الزراعيه ليه. كان ده مفروض محافظ البنك المركزي مع المجموعه الاقتصاديه قعد مع وزير الصناعه مع وزير الماليه، تعالى يا عم افتح اعتمادات مستنديه للناس دي. الفلاح اللي عاوز النهارده اي قروض خلال 3 ايام تجيله، ابتدي خط النقل البحري اللي هيودي المراكب دي هناك فين. السفير بتاعنا مصر اللي قاعد هناك، تعالى يا عم هنعمل على الرصيف ايه اللي تبقى موجود عشان البضاعه لما تيجي ويبقى ثلاجات تاخدها. ده شغل، دي حاجه اسمها ماكينه العمل، دولاب العمل. طب ليه احنا قاعدين كده مريحين من الخبره الاقتصاديه او من كل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده؟ يعني ليه احنا متاخرين؟ ليه احنا ما بناخدش خطوات؟ ما بناخد، هي دي للاسف الشديد احنا تراجعنا. يعني بقول في حاجه، الرئيس السيسي حلف اليمين يوم 8 يونيو 2014 الساعه 11:30 لحد النهارده الزياره الثالثه بتاعت الصين، لما يزور الصين ويرجع تبقى 23 زياره عملوا باتفاقيات اتعملوا. الاتفاقات دي لو نفذت كانت مصر بقت ماليزيا على الاقل. لو تم تنفيذ وتفعيل هذه الاتفاقات على ارض الواقع. السؤال الثاني، مؤتمر الاقتصادي اتعمل من يوم 13 ليوم 15 مارس 2015. وقعت معاه مجموعه من خطابات النوايا موجوده. طب ليه ما اتعملتش على ارض الواقع؟ لان احنا ما عملناش الدفوار اللي علينا. المستثمر اللي جاي من بره قال لنا يا بهوات انا مستعد ادي شنطه الفلوس اهي، قولوا لي المشروعات اللي انتوا عاوزينها ايه. قلنا له تيجي تستثمر. ايوه بيستثمر في ايه؟ في الجبنه، في الورق، في الكرات، في العيش، في اشتري جواميس وابيع، ايه اللي انت عاوز استثمر فيه؟ تقوم تقول لي
ماشي، ادي واحد. اتنين، عملت لي ارض حددتها لي؟ لا والله. اديتني الارض هتقول لي دي تمليك ولا ايجار ولا حق استغلال؟ لا والله. في طاقه عند حضرتك ولا اجيب الطاقه انا معايا؟ لا والله احنا لسه بنراجع. طب العماله اللي عند حضرتك مؤهله ومدربه ولا اجيب العماله بتاعتي؟ طب احنا لسه بنشوف. ما انت بقى متراجع. هي دي المشكله اللي عند حضرتك. طب تكمله بقى للزيارات ونتكلم عن زياره سنغافوره. سنغافوره ويعتبر يعني الرئيس السيسي اول رئيس مصري يقوم بزياره الدوله دي. طيب سنغافوره حضرتك استقلت سنه 63 وقعدت سنتين عامله تحالف مع دوله ماليزيا، وهي كانت جزيره من جزر ماليزيا، وسنه 65 قالت متشكرين، طلعت لوحديها سنغافوره وقعدت ال 20 جزيره او ال 21 جزيره بتوع ماليزيا زي ما هم. سنغافوره دوله متقدمه في 3 أشياء، هي الاولى في العالم في ال3 دولت: 1 التعليم، 2 النقل البحري، 3 اداره المياه. اداره التعليم هي الدوله الاولى في العالم، لذلك جورج بوش الابن وقف سنة 2006 وعمل شعار كده: أمريكا أمة في خطر. ليه؟ سنغافورة طلعت نمرة 1 على مستوى العالم في التعليم، الولايات المتحدة الأمريكية طلعت نمرة 8. يبقى السؤال هو قال نتعلم منه، يبقى أنا لازم أجيب وأشوف المناهج والتعليم بتاع هناك، بدل ما يطلع بقى الأستاذ صلاح عمارة والناس ديت وأصل المصاريف ونحط هنا ونشوف الناس تعملوا إيه. نستفيد من مش عاوزين تجارب نخترع، الآخرين يعني إحنا أولا مش هنعرف نخترع، دي نمرة 1، ولو اخترعنا هنخترع غلط. فاعلم اجيب الراجل اللي بره ده، شوف الخواجه ده ابو دماغ ده واللي لابس الطاقيه دي، تعالى يا عمنا خواجه ادينا المنهج هنا نعربه ونترجمه زي الفل، ناخد دولت ناخد باساليب العلم. بس العقليات مختلفه. ما هو انا خلي العقليات تختلف. احنا عايزين بقى نعرف موضوع العقليات المختلفه ده اكتر، ولكن خلينا بس نرد على استاذه ايمان. استاذه ايمان، صباح الورد عليكي. صباح النور على حضرتك وعلى المذيعه الاخرى. بجد انا بحييكم جدا، برنامج جميل جدا. ربنا يخليكي. وطبعا بحيي دكتور صلاح جوده. انا متصله بجد عشان احييه واشكره على كميه المعلومات. حضرتك قيمه كبيره جدا في البلد، وانا بتصل عشان يا ريت سياده الرئيس الجمهوريه يعني يخلي دكتور صلاح من ضمن الوزراء. بجد نستفيد من علمه. انا يعني بناتي لسه صغيرين، نفسي لما يطلعوا يلاقي دكتور زي دكتور صلاح، نستفيد من علمه ومن ان هو يتحقق على ارض الواقع. لان فعلا لو الكلام انا سمعت الموضوع من اول الحلقه اللي سيادته بيتكلم فيه. بجد لو الحاجات دي اتنفذت بجد مصر هتبقى حاجه تانية ان شاء الله. يا ريت دكتور صلاح جوده، وانا عارفه ان في برضو دكاتره زي حضرته كده، بس هو طبعا دكتور ربنا يبارك له في علمه وبساطه طريقته. يا ريت يمسك وزاره بحيث ان احنا نستفيد بعلمه وطريقته الكويسه اللي بيتكلم بيها بجد، وربنا يبارك لحضرتك. بنشكر حضرتك جدا يا استاذه ايمان. ويعني ده طلب قبل كده، يمكن حضرتك شرفتنا قبل كده مرتين، وكان كل المشاهدين بيتكلموا برضه بيطالبوا حضرتك ان انت تمسك حاجه في الوزاره، لانه فعلا محتاجين نستفيد من خبره حضرتك. طيب احنا عايزين نرجع بقى لايه اللي سنغافوره وايه اللي ينقصنا علشان نبقى زيهم. تمام. يبقى سنغافوره قلنا دوله متقدمه في 3 أشياء: التعليم، النقل البحري، اداره المياه. التعليم قلنا نجيب من عنده ونجيب خبراء من عنده، ليس عيبا. يعني الاعتراف ليس عيبا، الانكار ليس حل. احنا عندنا احنا كويسين يا عم، الله يكرمك، كويس في ايه بس؟ اقعد على جنب. انت عندك ناس بتخرج من الجامعه ما بيعرفش يكتب، ما بيعرفش يكتب 6 أسطر باللغه العربيه، هي دي المشكله. يبقى انت عندك اتعلم واشوف. احنا عندنا هنا لا ما نقولش لا عيوبنا، اصل صلاح هيطلع يقول عيوبنا هننشر، لا. الانكار ليس حلا، الاعتراف ليس عيبا. هو دوت لازم اعترف بالمشكله واقول دول. دي نمره 1. اشوف التعليم. 2 انا عندي مشكله موجوده في النقل البحري. احنا بتعمل لي قناه السويس اللي موجوده. قناه السويس دي حضرتك سينا 61,000 كيلو متر، ال3 محافظات 14,000 كيلو متر، اللي هي بورسعيد الاسماعيليه السويس، يبقى بتتكلمي في 75,000 كيلو متر. عارفه سنغافوره حضرتك قد ايه؟ مساحتها قد ايه؟ 763 كيلو. يعني ال5 محافظات دولت يعملوا 101 سنغافوره. سنغافوره 101 سنغافوره، 101 مساحتهم تتعمل 101، مش كده؟ يبقى انا لازم اعمل مع الدول دي نوع من انواع الشراكه تبقى موجوده. نيجي لي في النقل البحري، هي الدوله الاولى على مستوى العالم في النقل البحري. طيب قناه السويس اللي اتعملت واتوسعت، مش دي تمشي فيها في الميه حاجه؟
مراكب تمشي، مش كده برضه؟ يبقى اذا الزياره دي كان هدفها الاساسي او الرئيسي النقل البحري مهم. طيب خلينا نكمل موضوع النقل البحري، بس ناخد معانا تليفونات. معانا استاذ فايزه من القاهره. استاذ فايزه صباح الورد عليكي. صباح الورد عليكم. صباح الورد. انا بشكركم طبعا على البرنامج، وبشكر ضيفكم الغالي اللي الواحد بيتمنى ان هو يمسك جميع الوزراء بصراحه، يمسك بدلهم كلهم. يعني انا بصراحه انا بحبه جدا، بحبه يعني كل ما اشوفه على الشاشه بفرح جدا بسمع كل اللي انا بسمعه، بلاقي الدنيا عندنا جميله وكل حاجه هتتحل. طب صح. ليه برجوه ان هو ليه ما يمسكش مع الوزراء، وليه ما يمشي؟ على فكره انا سنت كبيره، عندي 62 سنه، بس انا يعني احنا هنفضل ورا استاذ صلاح يا مدام فايزه لغايه لما ان شاء الله يعني يمسك اي وزاره من الوزارات. بشكرك شكرا جزيلا مدام فايزه، وصباحك زي الورد. طيب احنا كمان معانا استاذ شعبان. صباح الورد عليك. صباح الفل. صباح الفل، اتفضل. بس انا ليا طلب واحد بس. اتفضل. الراجل الاستاذ صلاح جوده ده يعني شبه ان احنا بدأنا نتعقد. انا عايز اي حد مسؤول في البلد، ان كان الراجل ده كلامه صح ليه ما بيتنفذش؟ طب هو لسه بيقول ليه مش بيتنفذ؟ بيحل مش لا يعني ايه؟ ان كان كلامه غلط يمنعوه يطلع من التلفزيون. صح. ان كان كلامه صح يعني حرام اما هو يحل مشكله في ثانيه وهو قاعد وما ياخدوش بيها. يعني الراجل بيحل كتير من مشاكل البلد في كلمه ونص وهو قاعد. هل الراجل ده بيضحك علينا؟ امنعوه يا جدعان من طلوع التلفزيون. هل الراجل ده كلامه صح؟ ما تنفذوش كلامه ليه؟ كلامك مظبوط، ووصلت وجهه نظر حضرتك استاذ شعبان، وصباح الورد عليك. يعني برضو بص تساؤل الناس، ليه ما بنعملش؟ ليه الحكومه الناس عايزه البساطه، وعايزه حد يفهمها بالراحه، وعايزه خبره يعني طيب. وعايزه حل سريع. بس هو حل سريع ده انا بقول من وجهه نظري البسيطه جدا ان الحل السريع ده زي ما حضرتك قلت ان احنا محتاجين وقت طويل علشان حاجات. لا محتاجين في ايدي عامله، في حاجات كتير عندنا مشاكل. احنا عندنا مشكله ايه هي؟ زي ما بقول لحضرتك المقولات الخاطئه اللي بنقولها ان الطفل المصري اذكى طفل. فاحنا عندنا مقولات الشيله تقيله، اللي ايده في الماء مش زي اللي ايده في النار، ادينا ماشيين الحمد لله. موروثات مجتمعيه. ايه يا عم الكلام الفارغ ده؟ عندنا موروثات مجتمعيه. تمام. ما هو انت يا فندم بصي هقول لحضرتك، دوله الصين الرئيس راح يزور دوله الصين ليه؟ ما راحش يزور دوله بنين ليه مثلا؟ لان الصين دوله متقدمه، بنين دوله متخلفه. طب ايه اللي خلى الصين متقدمه؟ الصين لحد سنه 79 كانوا مسموهم بحر الصين المتلاطم، الناس تقوم من النوم بتشرب افيون. 800 مليون واحد يقوموا من النوم يشربوا افيون، انت عندك في ناس بتقوم من النوم تشرب افيون؟ مش كده؟ انت احسن منهم. كوريا الجنوبيه، سنغافوره اللي موجودين، كم البلاوي والمشاكل اللي كانت عندهم قد اللي عندك دولت اضربي في 6 مليار. طب خلينا نكمل مع حضرتك، بس ناخد صبحه من القاهره. صباح الورد عليكي. من طنطا، صبحه من طنطا، صباح الورد عليكي. صبحه صباح الورد. الو. ايوه صباح الخير، خط قطع. ما طنطا. طيب واخد بال حضرتك، انت لازم تاخدي باساليب العلم. حكايه ان الشيله تقيله، اللي ايده في الماء مش زي اللي ايده في النار، ادينا الحمد. ده زي واحد ماتش كوره، فريق كان يقول لك احنا شفنا احنا جالنا فينا 4 بس، ده احنا السنه اللي فاتت كان جالنا 10. يا عم ايه الكلام الفارغ ده؟ يا عم شوف ميسي بيعمل ايه، شوف بيليه بيعمل ايه، شوف العالم اللي بتجيب 50 يعني جول بيعمل ايه. نقول ان الناس مستسلمه اكتر من ان هي غلط. بتحاول. ما هو ده غلط. انت الدوله مش محتاجه اكتر من 15 واحد يقوم بادارتها. يعني لو انا رئيس وزراء 15 واحد بس. انت في مواجهه ارهاب يبقى في مواجهه اقتصاد ارهابي مفروض. طيب. بتبني الدوله بتاعتك يبقى 15 واحد على الاكثر، اصحاب رؤيه واصحاب حلم واصحاب علم. طيب. مش صاحب صاحبه. احنا معانا استاذ ممدوح. صباح الورد عليك. صباح الفل. اهلا بيك، اتفضل. صباح الورد. الله يخليك، شكرا. متشكرين على صباح الفل. احنا متشكرين على البرامج الجميله دي والفقرات الحلوه دي. ربنا يخليك، اتفضل. الله يخليك. دلوقتي احنا قبليها كده كان الاساس بنتكلموا حمله ما تدفعش، وقبليها حمله بلاها لحمه، واحنا هنفضل كده في الدوله دي كلها المواطن يتاثر بلاها لحمه وبلاها لحمه وما تدفعش وبلاها باميه وبلاها ملوخيه وبلاها كده. يعني مش معقوله، مفيش دوله يفتينا في الحكايه دي، او لو دي رايي في الموضوع ده. يعني المواطن ده يستحمل. طيب بنشكر حضرتك ووجهه النظر. طيب ناخد استاذ محمود من القاهره. استاذ محمود صباح الورد عليك. استاذ محمود صباح الورد على حضرتك، اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
صباح الخير الاول، وصباح الخير عليكم وصباح الخير على الاستاذ صلاح. بصراحه يعني حاجه جميله جدا، ربنا يكرمه باذن الله. انا يمكن مقيم في القاهره، بس انا اصلا صعيدي من سوهاج. فاحب اسال الاستاذ صلاح ايه وجهه نظره من ناحيه الصعيد بصراحه يعني فيه اهمال شديد جدا جدا جدا، وانا عاوز استفاد من علمه واعرف بصراحه يعني الصعيد ممكن يتعمل فيه ايه علشان يحصل فيه تطور. عايز تعمل يعني مشروع في الصعيد؟ لا، بمناسبه سوهاج بس عشان تبقى عارف، منطقه حي الكوثر والاحيوه العبد لله اللي قاعد قدامك هو اللي كان فكر فيها تبقى منطقه صناعيه، وهو اللي جاب البنك الاهلي وبنك فيصل عشان يمول الناس اللي هناك. بس للاسف احنا شايفين لان انا مشيت فللاسف فشلت بعد كده. طب استاذ محمود، حضرتك مثلا معاك مبلغ مالي وعايز تعمل حاجه هناك؟ لا، وعاوز لتنميه الصعيد بالكامل. انا عندي افكار كتير جدا. انت عندك افكار؟ لكن هناك مفيش موارد ممكن تتعمل، او مفيش حاجه، مفيش مقومات للافكار ديت تخلي الحاجه دي تنجح. طيب احنا بشكرك يا استاذ محمود، بشكرك وصباحك زي الورد. طيب احنا معانا كمان استاذ حسن، صباح الورد عليك. صباح الخير. صباح الورد، اتفضل. صباح النور. والله انا كنت عاوز اتكلم بس الدكتور صلاح. معاك، اتفضل يا فندم. يعني انا متابع حضرتك بقالي 2 3 طبعا كلام جميل، وادي انت شايف الناس كلها مبسوطه بيك، واحنا عندنا خبراء مش هقول لحضرتك قد ايه يعني والكلام ده كله. بس احنا يعني انا شخصيا عاوزك يعني تاخد ملف من الملفات اللي انت كلمتها وفتحت فيها قبل كده، وتبتدي تخش فيها تنفذ، يعني تروح لرئيس الوزراء، ما نفعش رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه هتقابلك معوقات كتير، انت عارف احنا معوقات كتير عندنا، لكن عاوزك يعني مش عاوزين الكلام حلو قوي، وممكن الواحد وهو قاعد يطلع مليارات ويطلع بتاع، لكن عاوزك تبتدي تنفذ انت الموضوع ده، لان يعني انت خبره وانسان عملي وكده، زي ما رئيس الوزراء بينزل والرئيس بينزل والكلام ده، انت برضه روح اقتحم المجالات ديت وامسك ملف وخلصه، خلص واحد خلص الثاني، وهتلاقي ناس كتير تساعدك، لكن هنقعد نتكلم ونقول عندنا ونعمل وبتاع، كلام حلو قوي. قصدك نتكلم عن الايجابيات مش السلبيات، ونبتدي فعلا نعمل حاجه على ارض الواقع بقى، يكون في افعال فعلا على ارض الواقع. بشكر حضرتك. معانا التليفون فصل، معانا استاذه سلوى من القاهره. صباح الورد عليكي. صباح الورد والياسمين. صباح الورد وصباح الفل على الاستاذ صلاح جوده، الدكتور صلاح جوده. انا عايزه اكلم حضرتك في موضوع مهم جدا. هو بيتكلم على كل حاجه حلوه جدا جدا، ويا ريت كام 2 أو 3 زيه يمسكوا الوزارات كلها. اول حاجه وزاره القوه العامله اللي ملهاش لازمه خالص. اولا ينزل العاشر ويشوف شركات العاشر اللي محتلاها السوريين وبتقفلها وبتطرد المصريين كلهم، بتشردهم. يا ريت نشوف موضوع في الموضوع ده كله، صدقيني، منهم شركه ساراتوجا العالميه للبطاطين. انزلوا وشوفوا العاشر، شوفوا العبور السوريين، بصي محتلين الدنيا كلها. فين بلدنا؟ فين احنا يا مصريين؟ غزو، حصل غزو فعلا سوري، يحتلوا مصانعنا ويطردونا. بنشكرك يا استاذه سلوى، بنشكر حضرتك جدا. معانا اخر تليفون استاذ احمد، صباح الورد. صباح الخير استاذ صلاح. صباح النور يا فندم. صباح الخير. صباح النور يا فندم. اتفضل سامعين حضرتك. نسمع عن مشاريع كتير يا استاذ صلاح، والعاصمه الاداريه والمليون فدان وحاجات كتير جدا، لكن مفيش حاجه على ارض الواقع. طب وطي التلفزيون بعد اذنك خالص. وطينا التلفزيون. استاذ صلاح، الدول دي اتقدمت جدا يا استاذ صلاح، الواحد زار دول كتير جدا جدا، سواء في التعليم، في البنيه التحتيه، الطرق متنيله على عينها، يعني حاجه صراحه، يعني تعرف الدول المتقدمه من الطرق بتاعتها مش من حاجه ثانيه، سرعه في الانجاز، سرعه في الاداء، لكن صراحه الواحد بيروح مشوار بيقعد بالساعتين 3 اما يوصل للمكان اللي هو عايز يروحه. اذا النقل كويس تعرف ان الاقتصاد هيتحسن، اذا النقل وحش صدقني مفيش تحسن في الاقتصاد. طيب شكرا جزيلا لحضرتك. معانا استاذ فتحي من القاهره. استاذ فتحي صباح الورد على حضرتك. صباح النور. استاذ فتحي من الجيزه، اهلا بيك، اتفضل. صباح النور يا فندم. صباح الورد والفل والياسمين. اكلم مجموعه دكتور صلاح. سامع حضرتك، اتفضل. اتفضل يا فندم. صباح الفل يا دكتور صلاح.
سريعا بس يا استاذ فتحي. لو سمحت انت افكارك معاك يا فندم، اتفضل. كويسه، افكارك جميله وكويسه. يا ريت حضرتك الافكار اللي عندك دي اديها لرئيس الوزراء. حاضر. طيب بنشكرك استاذ فتحي، شكرا جزيلا ورسالتك وصلت. والناس كلها عايزه بقى افعال وعايزه حضرتك كمان تمسك حاجه في الوزاره. صح. يعني عايزين حلول حضرتك. يعني فعلا حضرتك جيت في اول الفقره وحليت المشكله بتاعت الفقره الاولانيه. عايزين ندي للناس تفاؤل. عايزين بقى حاجه ملهاش حل الا شيء سريعا بقى. المولى عز وجل اختص نفسه، ميت تقول حي، شغل المولى، ما دون ذلك فعل البشر. السؤال انت مش عارف ولا مش عايز؟ هو ده السؤال المبدئي. طب سريعا للناس بقى الكاميرا كده للناس تقولها تعمل ايه؟ للناس كلها لازم يبقى في عندي جديه في العمل، ما ينفعش النهارده ان انا موظف او عامل في قلب الدوله هنا باخد 167 يوم اجازه في السنه، 167 يوم اجازه احط عليهم 3 ايام 25 يناير 30 6 يوم عيد القناه يبقوا 170 يوم، يعني 47% من ايام السنه انا اجازه. ضد المنطق وضد اي دوله. الحاجه الثانيه تنميه المهارات. طيب تنميه المهارات تيجي منين؟ انا هنمي المهارات، انا في دماغي ان انا احسن من اينشتاين، الراجل اللي في الشارع ده في دماغه ان هو احسن من الراجل اللي الحاج مرسيدس بس اللي نفذ بقى، نفذ واعمل. نقول له ما فيش كلام من ده، الدوله عليها شق والناس عليهم شق. انا النهارده اجمع الدفعات اللي موجوده من 1008 اللي ما دخلوش القوات المسلحه هاتهم لي، الناس اللي في الشوارع موجودين الم لي 4-5 مليون واحد، الاشغال العسكريه لمده 6 اشهر، نعلمه الانضباط، نعلمه لغه، نعلمه حرفه. كمان الثقافات بالظبط. انا علمته حرفه يبقى انا هقدر استفيد بيها في الشغل اللي موجود. نأمل في تنفيذ كل الكلام اللي حضرتك بتقوله. بشكرك يا دكتور صلاح جوده الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا ليك وصباحك زي الورد. صباح الورد على حضرتك.